عمرك سألت نفسك ليه موضوع الفابريكا بالذات، فكرة ان العربية تكون فابريكا مش رشة، مهم جدا في مصر؟ واي حد بيبيع عربية مستعملة او بيشتري لازم كلمة فابريكا تذكر في النص. هل العربية فابريكا ولا رشة؟ طب هل انا كواحد بيشتري عربية مستعملة لو اشتريتها رشة انا كده لبست خلود ولا ايه؟ وايه موضوع افلام الحماية اللي الناس كلها بتتهافت عليه؟ بعد ما يشتري عربية زيرو لازم يروح حاطط فيلم حماية اللي هو الستيكر ده او شبه سكرينة الموبايل كده. ايه الموضوع؟ خلود. كل الناس بتحاول تقنع الشعب المصري ان العربيه سلعه استهلاكيه مش استثماريه، لكن سبحان الله الشعب المصري عرف يقلب الايه، بقى يجيب عربيات وحرفيا ممكن يبيعها باغلى من ثمنها او على الاقل مش بيخسر كتير، وده بيخلي الناس عندها دايما كونسبت اني لازم احافظ على العربيه جدا. ومن هنا طلع مصطلح الفابريكا، ان العربيه لازم تكون بدهان المصنع، حتى لو كلحت، حتى لو فيها خدوش الدنيا انا مش هرش ابدا، تفضل العربيه ببويه المصنع عشان لما اجي ابيعها اخد فيها ثمن ممتاز. ويبقى ده اكبر دليل ان العربيه ما عملتش حادثه، لان مجرد ما عملت بالعربيه حادثه لازم الجزء ده عشان يتصلح يا اما تستعدله ان انت تروح عند سمكري يدقه لك كده، ومجرد ما دقينا يبقى احنا بوظنا البويه، فنروح عاملين ايه بقى؟ نرش، وهنا يبقى طار الفابريكا. فطبعا الناس بتخاف من الحته دي، وعشان كده اي حد ما عملش حادثه بالعربيه يقول لك لا انا ارش ليه؟ ما ارشش العربيه. وطبعا يطلع بقى مصطلح رشه النظافه، العربيه دي رشه نظافه، كلحت بس يا عم انت كداب يا عم. في الغالب 99% من ملاك السيارات مش بيرشوا العربيه عشان المنظر الجمالي، لانه طبيعي جدا لما العربيه ترش، واكبر دليل ان العربيه دي ما عملتش حادثه او الدليل الوحيد تقريبا يروح، فالعربيه هنا بتخسر في اللحظه دي من 10 ل 20% من قيمتها بس عشان رشت. بس تفضل عندنا مشكله كبيره جدا، وهي ان احنا عايزين نخلي منظر العربيه حلو. ما انا لو واحد حك العربيه وبقت محكوكه كده وانا اقعد اعذب حالي وامشي بالعربيه محكوكه عشان بس ما ينفعش ارشها عشان تفضل فابريكا. ومن هنا يجي الحل العبقري وهو افلام الحمايه. والتكنولوجي دي على مدار عقود اتطورت بشكل كبير جدا لدرجه ان بقى فيها سيلف هيلينج، ومهما حكيت العربيه فعلا الحكه بس بتفضل على فيلم الحمايه اللي من بره، ايوه اللي هو شبه سكرينه الموبايل ده، وما تدخلش على الدهان اللي تحت فيلم الحمايه اللي في حالتنا دي دهان الفابريكا. ولو مثلا اكسدام اتحكى او حاجه بكل بساطه بتشيل فيلم الحمايه القديم وتحط فيلم الحمايه الجديد. ومن كتر تطور المجال ده في شركه المانيه طورت الموضوع اكتر لدرجه انها عملت كار ديبنج. ايه الكار ديبنج ده يا خلود؟ ببساطه انت مش محتاج تلزق فيلم الحمايه على العربيه، كل اللي انت محتاج تعمله ترش العربيه بس. هرش العربيه؟ ما كده الفابريكا طارت. حرفيا بترش العربيه بفيلم الحمايه. ايه العبث ده؟ هقول لك، يعني بترش العربيه سواء بلون العربيه او لون تاني خالص، وده يشكل طبقه حمايه فوق دهان الفابريكا. تقول لي ايوه يا خلود، طب ما هي لو اتحكت هشيل الطبقه دي ازاي؟ مش عايز افاجئك لكن بتتشال. ايه بقى بروح اغسلها الدهان يطلع؟ حرفيا بتشيلها شبه طبقه فيلم الحمايه عادي جدا. بعد ما الكار ديبنج دي بتنشف على العربيه تقدر تشيلها شبه الستيكر وترش واحده جديده. والشركه الالمانيه دي اللي اسمها كار ديب بتعمل الموضوع ده بقالها فتره ونجح جدا مع الناس، وفتح مجال للعب كتير. انت ممكن ترش العربيه بلونها او بلون مختلف وتلعب براحتك. فلو عجبك قول لي في الكومنتس